يلا بينا نعمل مع بعض الحليب المحلى المكثف في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. الطريقة الأصلية طبعا في ليها طريقتين. أنا عملت الطريقة الأصلية زي ما انتم شايفين كده. الصيف داخل وهنعمل بقى ايه؟ آيس كريم كتير فهنحتاجه. أنا بعمل الكمية وتقدري تحتفظي بيها في التلاجة. هنا معايا نص لتر حليب، وعليه كوباية الا ربع من السكر. هحطهم وهقلبه كده وهسيبه بقى يغلي على النار تلت ساعة نص ساعة يكون جاهز. طبعا لو ضعفت الكمية بياخد وقت اطول. ليه طريقتين، ليه الطريقة اللي انا بعمل بيها ديت والطريقة التانية اللي هي باللبن البودر والسكر والزبدة وتضربيهم مع بعض بشوية مية سخنة او لبن سخن. وده يبقى ده الحليب مكثف. بتبقى طريقة سريعة. فطبعا انت لو هتقولي التكلفة فهي التكلفة يعتبر نفس بعض، بس ده بياخد وقت والتاني ما بياخدش وقت. الحليب البودر اللبن البودر يعني غالي. فده مكانه غاز. فطبعا ايه الطريقة اللي تفضليها، بس انا بفضل الطريقة الاصلية ديت. يعني بتبقى احسن واللبن بيبقى مغلي كده وبعمله على ايدي، بتبقى دي الطريقة الاصلية. زي ما انتم شايفين كده بدأ يتقل معايا، بس طبعا لسه هيبتدي واحدة واحدة ايدي فيه. طبعا انت لو بتعملي حاجة في المطبخ يكون افضل كل شوية هتقلبي فيه. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده هو تقل. ضفتله يعني ايه نقطتين فانيليا كده اضافية، يعني حاجة اضافية، مش حابة تضيفي خلاص. بس هي حاجة اختيار. هضيف كده زي ما انتم شايفين هو كده جهز. هطفي عليه وهبتدي اصبه معاكم، وعشان اعمل بيه ايس كريم في الفيديو اللي بعده. يعني انتي تابعيني هتلاقيني عامله الايس كريم الترند بطريقه سهله وبسيطه جدا. تقدري ده تحتفظي بيه في التلاجة لمده شهرين. في التلاجة بيكون برطمان معقم وتقدري تحتفظي بيه. انما اللي هو معمول بحليب بودر بيقعد اسبوعين. انا بحتفظ بيه في التلاجة لو انا مستخدمتوش، وبستخدمه طبعا مع الحلويات، في اكلات معينة حلويات معينة يعني بحطه عليها. ومع الايس كريم بيخلي الايس كريم غني كده وحلو قوي. زي ما انتوا هتشوفوا كده في الفيديو دوت في اللقطة دي بعد ما برد. انا كده ما كنتش دخلته التلاجة. هضيفه على الايس كريم اللي انا بعمله. هنزل لكم الفيديو بتاعه الفيديو اللي جاي، ده جزء من الفيديو. وكده الفيديو بتاعي يكون جاهز نفس القوام ونفس اللون. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. هستناكي في الفيديو اللي بعده. ما تنسيش اختك في اللايك والاشتراك والكومنت جميل منك بيفرحني جدا.